أخاف من عوفك بعد ما أشوفك، إذا ما تجيني أقدر ظروفك. أخاف من عوفك بعد ما أشوفك. قصة المهدي وكورنيش البحر بالكويت لتعرف الجواب. المرة الثالثة التقى بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، وهو سائر على كورنيش البحر في الكويت. وهناك منع أكيد من الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه أن لا يحق لأحد يدعي أنه متصل بالإمام في الغيبة الكبرى، ومن ادعى ذلك فهو بتعبير هذا نص الكتاب الذي صدر منه إلى السمري رضوان الله عليه، فمن ادعى ذلك فهو مفتر كذاب الذي يدعي الاتصال والمواصلة بالإمام. ففي إحدى الليالي اللي كان يمشي بيهن على كورنيش بحر الكويت ظهر له الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه في أوائل إقامته بالكويت، وبعد مضي سنة ونصف على قيامه بالرياضة الشرعية المحللة اللي أساسها الامتناع عن أكل الحيوان ومشتقات الحيوان. فالشهيد الجديد في حياته كان يقوم بهذه الرياضة، بين فترة وفترة كان يقوم أقل شيء 40 يوم، أكثر شيء ما شاء الله. ففي أوائل إقامته في الكويت كانوا مع بعض الأحزاب كانوا محصلين فتاوى ضد الشهيد الجديد. السفياني هكذا تقول الرواية قبل السفياني: كل من ادعى وسيأتي على شيعتنا وفي نسخة لشيعتنا من يدعي المشاهدة، فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وخروج السفياني، هذا النص، فهو مفتر كذاب. يعني ما دام الصيحة التي هي من حتميات الظهور والسفيان الذي هو من حتميات الظهور لم يتحقق هذان الشرطان، فكل من يدعي اللقاء بهذا المعنى والاتصال فهو مفتري. إذا العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في شقاوة عباس اختكانا ولا تبارحني، شنيت انت تمسيني وتصبحني فرقتك ذي